اهلا وسهلا ومرحبا بكم عندي في قناتي هي قناتكم قناه اوفيسيال باي اسماء شانيل. القناه اللي دائما كتختار لكم الوصفات الطبيعيه التجميليه والعلاجيه، كذلك كتحاول دائما تنقي لكم المكونات بعنايه، يعني كل مكون كيكون كيكمل المكون الاخر باش هكا كنحصلوا على نتيجه فوريه ومكونات كيكونوا بساطين وغير من الدار. فاليوم البنات كيف ما كتشوفوا في العنوان، اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد السيروم رائع جدا للبشره. الدور ديالو هو انه كيبيض البشره، كيفتح اللون، كيوحد اللون ديال البشره، كيحيد الاثار ديال البقع الداكنه حتى اللي كتكون قديمه في الوجه. فيكفي البنات انكم تداوموا على الوصفه الطبيعيه. علاش البنات؟ حيت ما كتحتويش على مواد كيماويه. يعني ملي كنشري واحد الكريم من الزنقه كنديرو كيعطينا واحد ليفي في البلاصه، ولكن اون فوا كنقطعو كيرجع الوجه ديالي كيف ما كان. الوصفه الطبيعيه لافونتاج اللي فيها هي اننا كنديروها وكنداوموا عليها، كيبدا يتفتح اللون وكيبدا تعطي نتيجه بشكل تدريجي مع المداومه اكيد. والبشره ديالي يعني ديك النتيجه اللي كنوصل ليها في الاخير هي اللي كتبقى عليها البشره. نعرفوا جميع ان في هذه الفتره كتواجد فاكهه ديال البرتقال بكثره، فعلاش لا غادي نستافدوا منها اليوم بحكم انها كتحتوي على فيتامين سي، وحنا كنعرفوا فيتامين سي هو ملك الفيتامينات، يعني هو ارفع الفيتامينات. كل فيتامين عنده المنافع ديالو، ولكن فيتامين سي كيبقى في اعلى مرتبه. فالفيتامين سي كيحل لنا بزاف ديال المشاكل في البشره ديالنا، يعني اي وحده عندها اي نوع ديال المشاكل تستافد من هذا السيروم. غادي يعجبكم بزاف. كيف ما وعدتكم دائما انني كنوجد واحد الوصفه كندعمها بواحد الزيوت باش هكا نزيد من الفعاليه ديال الوصفه. يلا خليكم معايا باش ما نطولش عليكم. اول حاجه غادي نحتاجها في هذه الوصفه، غادي نحتاج هنا القشور ديال البرتقاله واحده كبيره اولا جوج صغار. بالنسبه للزيوت غادي نحتاج زيت اللوز الحلو وزيت الجليسيرين، وهنا عندي جل ديال الالوي فيغا، وهنا عندي القنينه اللي غادي نحتاجها باش نوضع فيها السيروم ديالي، تكون على هذا الشكل هذا. وصافي البنات دابا غادي ندوزو نجمعوا المكونات.
ديالنا سيروم فيتامين سي الرائع جدا. اول حاجه غادي نوريكم الشكل ديالو كيفاش كيكون. فانا هنا كنضيف الجيل ديال الالوفيرا باش كنعطي واحد الكثافه الوصفه ديالي باش نحصل عليها كيف ما انا باغا. هاد الوصفه رائعه جدا، واهم حاجه فيه انه خالي من المواد المسرطنه والمواد الكيماويه والمواد الحافظه اللي كتضر لنا البشره ديالنا وكتاثر علينا حتى في الصحه ديالنا. فبالنسبه لهذا السيروم فهو سيروم رائع جدا. الدور ديالو هو اول حاجه غادي يوحد لك اللون ديال البشره، غادي يخفي لكم الاثار ديال البقع الداكنه في الوجه كيف ما بغات تكون، سواء النمش، الاثار ديال البقع ديال الحبيبات اللي كيكون عندكم في الوجه، الناس اللي عندهم الكلف غادي يهنيكم من هذه المشاكل هذه كامله. بالاضافه انه غادي يفتح البشره ديالنا، غادي يبقى يعطيكم واحد اللون غزال، واحد الاطلاله رائعه، نضاره في الوجه، غادي يخفي لكم التجاعيد. فهذا السيروم هذا رائع جدا، هذا قنبله تفتيح اللي غادي يهنيكم من جميع المشاكل. نبغيكم كاملين تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا الخبر. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال الاستعمال. اول نصيحه غادي نستعملوه على بشره اللي غادي تكون مغسوله مزيان. ثاني نصيحه غادي نستعملوه استعمال ليلي، يعني ضروري نديرو في الليل. ممكن انني نبات به ليله كامله الا بغيت، ما بغيتش غادي نخلي واحد المده ديال ساعات المكانه وصافي ونغسل الوجه ديالي ونمشي نعس بشكل عادي. بالنسبه للمده ديال الاحتفاظ فانا غادي نحتفظ به اسبوعين فقط، اسبوعين فقط، واللي بقى غادي نلوحو ونجدد الوصفه من جديد. صافي البنات، هذه هي الطريقه، كنتمنى انها تكون واضحه ونكون سهلت عليكم، ما طولتش عليكم في الفيديو. ملتقى غادي تجدد فيديو جاي ان شاء الله مع وصفه جديده، وهانتوما معايا.